اسمعوا يا جماعة، الدنيا مقلوبة. البرلمان الجديد بدأ، واللي حصل فيه حاجة مختلفة تماما. ناس جديدة ماسكة زمام الأمور. أصغر الأعضاء عندهم 25 سنة. واللي قلب الدنيا كمان، الجلسة الأولى أدارها نساء، 3 نساء. النهاردة هنتكلم من غير لف ولا دوران، هنكشف كل حاجة، هنبعت رسالة مباشرة للشباب اللي هيغيروا الواقع. ركزوا، لأن الحلقة دي مش هتكون زي أي حلقة قبل كده. وأهلا بيكم في عالم الدنيا مقلوبة. تعالوا نبدأ بالتركيبة الجديدة. لو بتحبوا الواقع زي ما هو، استعدوا للصدمة. الأحزاب متقسمة بطريقة غريبة، والكتل الكبيرة محتاجة تفاهم، وإلا كله هيقف. البرلمان ده كله مليان حاجات مختلفة وجديدة. ناس جديدة، ناس شباب، ناس عندها طموح، وناس الدنيا مقلوبة معاها. يعني باختصار، اللعبة اتغيرت، والقوانين هتتقسم على مين يعرف يلعب صح. والسؤال ليكوا، تفتكروا الشباب والنساء هيعرفوا يقلبوا الموازين ولا لأ؟ بصراحة اللحظة دي لازم تتسجل في التاريخ. الجلسة الأولى لما يديرها نساء، تخيلوا، برلمان كله رجالة من قبل، والنهاردة القيادة النسائية قلبت الدنيا، وبقت دنيتها مقلوبة. مش رمز وبس، ده مثال حي لكل بنت تقدري تقدري تقدري. واللي عملوه ده مش هزار، كل كلمة وكل قرار كانوا مركزين عليه. يعني لو الدنيا مقلوبة شوية، هو ده شكلها الجديد، شكل التغيير الحقيقي. أما بقى بالنسبة للشباب، أصغر أعضاء البرلمان عندهم 25 سنة. بصراحة أنا نفسي براهن عليهم وواثقة فيهم. دول مش جايين يلعبوا دور، دول جايين يثبتوا ان الشباب ممكن يقود البلد. رسالة ليهم، خليكم قد التحدي، احنا منتظرينكم تثبتوا انكم قد المهمة. وسؤال هنا للناس، لو عندك فرصة تتصرف زيهم، يا ترى هتعمل ايه؟ طيب، ايه القوانين الجديدة اللي ممكن نتناقش فيها؟ نيجي للقوانين، والأهم القوانين اللي هتقلب حياتنا: الصحة، التعليم، الاقتصاد، حقوق الشباب والنساء، كل ده تحت المجهر. البرلمان الجديد عنده فرصة يغير الواقع، أو يثبت إن الدنيا مقلوبة من غير تغيير. يعني بصراحة انتوا لازم تعرفوا كل تفصيلة، مش بس كده، لازم تحطوا عينيكم على مين اللي هيقدر يضغط ويعدي القانون اللي يفيد الناس فعلا. البرلمان الجديد مش مجرد كراسي، هو ساحة تحدي للشباب والنساء اللي عندهم قلب جريء. لو اشتغلوا صح، القوانين هتفيد كل الناس، ولو ما اشتغلوش الدنيا مقلوبة، وده اللي مش عايزينه. يعني يا شباب، خليكم جريئين، اتصرفوا، ورونا شطارتكم. في الاخر، البرلمان الجديد رسالة واضحة: الدنيا مقلوبة بس الامل موجود. التركيبة الجديدة فرصة، إدارة النساء للجلسة الأولى رمز، أصغر الأعضاء مستقبل، القوانين المنتظرة ساحة تحدي. الشباب والنساء، كل اللي عنده حلم، احنا متابعينكم وبنراهن عليكم. خليكم جريئين، لأن الدنيا محتاجة اللي قلبه كبير. اسمعوا يا جماعة، البرلمان الجديد خلى الدنيا مقلوبة أكتر من أي وقت فات. بس الحاجة الحقيقية اللي لازم نركز عليها، هو احنا مش مجرد متفرجين، واللي شفناه النهاردة مش مجرد كراسي وأسماء، ده تحريك للواقع. دي لعبة جديدة، والقواعد اتغيرت. اللي عنده الجراءة، اللي عنده العزيمة، هو اللي هيكتب الفصل الجديد. البرلمان ده مش نهاية الطريق، ده بداية التحدي الكبير. كل كلمة اتقالت، كل حركة، كل قرار بيورينا قد ايه القوة في الشباب والنساء اللي مش خايفين يفرضوا وجودهم. والرسالة ليكم اللي بتتفرجوا علينا، الدنيا مقلوبة طبيعي، بس مين قال اننا نستسلم؟ دلوقتي وقت التحرك، وقت انك تبص حواليك وتشوف مين اللي ممكن يغير حاجة حقيقية، ومين اللي هيستنى ويضيع. لو عندك حلم حتى لو صغير، ابدأ دلوقتي. لو عندك فكرة، ورينا شطارتك. لو عندك صوت، خلي صوتك مسموع. البرلمان الجديد بيبدأ صفحة جديدة، بس الصفحة الحقيقية احنا اللي هنكتبها. الدنيا مقلوبة صح، بس احنا اللي نقدر نقلبها صح. خليك جريء، خليك مختلف، وخليك دايما مستعد، لان اللي يقف مكانه يضيع، واللي يتحرك هيسيب اثر. دي كانت حلقتنا النهاردة. استعدوا لان الدنيا مقلوبة، واللي جاي اكبر واجرأ. كانت معكم الشيماء توفيق. باي باي.